بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن انتشار السرقة. بقت في وضوح النهار وعلني. شايفين الفيديو ده يوضح لحضراتكم. الحرامي دخل المنزل، خد تليفون بحوالي 7 8 آلاف جنيه التليفون ده، وخده وطلع قدام الناس عادي. هو تقريبا عارف ومراقب البيت، اهي الكاميرات جايباه. اتفرج يا حضراتكم، تابعوا الاخ ابو ترنج ده اللي جاي. هنشوف الحرامي. هيدخل على البيت دلوقتي اهو. شايفين بيراقب الطريق الاول اهو. شايف، بص، دخل البيت. في اللحظة دي هيجيب تليفون من البيت ويطلع. هيطلع دلوقتي امام حضراتكم من البيت اهو. خد التليفون، شايفين اهو، طلع في وضوح النهار عادي، ولا حياة لمن تناد. وكأن مفيش اي حد هيمسكه ولا يحاسبه ولا. حرامي متقن الصنعة بتاعته. الناس تخلي بالها برضو. في سرقة بهايم انتشرت الفترة الأخيرة، سرقة البيوت، سرقة المحلات. الناس تخلي بالها شوية وتركز الفترة دي. ربنا يصلح حالنا وحال العباد. الحرامية انتشرت، الحرامية بقت كتيرة جدا في الشوارع للأسف الشديد. أنا أعرف واحد، يعني معرفة شخصية، من 4 أيام ماشي بيتكلم في التليفون، خطفوا منه التليفون قدام جامعة الأزهر في أسيوط. نتشوا منه التليفون كده وهو بيتكلم فيه، وخدوه ومشوا. ال ال في المدن وعلى محطات القطر وعلى عند المواقف بتاعت العربيات برضه بيحصل سرقة. وبنشوف قدامكم قدامنا في الأسواق وفي الأماكن اللي بيبقى فيها زحام والكلام ده كله. الناس تخلي بالها شوية، لأن السرقة انتشرت بطريقة مش كويسة. الموضوع بقى صعب شوية. الناس تخلي بالها، لأن موضوع السرقة انتشر جدا الفترة الأخيرة. ربنا يهدي الناس ويصلح حالها ويخليها تمشي على الصواب الصح، لأن ده حرام أساسا اللي بيعملوه. بس هنعمل ايه؟ ربنا يرحمنا منهم، وربنا يعافينا ويعافيكم، وربنا يصلح حالهم ويهديهم للطريق الصح. لان اللي بيعملوه غلط. النهارده اقسم بالله العلي العظيم شفت منظر، يعني زي ما قلت لكم كده، ذبح الواحد بسكينة تلمة. ست عجوزة شفتها في مكان ما النهارده، كانت بتجيب استمارة عشان تعمل بطاقة، و شايلة طفل على ايدها صغير. الطفل ده الست بتقول ان الطفل ده يتيم، بنت ابنها، وابنها كان عمل حادث ومات الله يرحمه ويسامحه. وكانت بتبكي لان وهي واقفة في الطابور، واحدة الله لا يسامحها، ربنا لا يبارك لها في اللي عملته، خدت من جيبها ال 200 جنيه راحت تشتري استمارة، ما لقيتش معها الفلوس، فقعدت تبكي. واحدة برضه ربنا يبارك لها ويجعل في ميزان حسناتها، اشترت لها الاستمارة بالمبلغ اللي راح منها. يعني شفتوا الست بتبكي، ما حاش غير ال 200 جنيه واتسرقت من جيبها. فيا ريت يا ريت يا ريت الحرامية يخلي عندهم دين ودم شوية، لأن في ناس ما بيبقاش معاها زي ما أنت ما معكش، الناس دي معهاش. اشتغل واسعى وربنا هيكرمك، وبطل السرقة. ربنا ينتقم منكم ملاتوا البلد وجرفتونا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.